بعد كده يا شباب موضوع الاكتف والباسيف اللي الكل محتار فيه، انا هحلهولك بكلمة واحدة بس. ركز معايا، تعال الامثلة اللي هنا دي عشان دي الفيصل. تعال الاكتف كده they speak English، ده كده اكتف معلوم، هما بيتحدثوا او بيتكلموا انجليش. تعال نخليها باسيف مجهول، الانجليش ده ايه؟ مفرد، يبقى از، اختار له از spoken، يعني الانجليش يتحدث به، يعني مفيش هنا فاعل، الانجليش بيتكلموا به، هما مين؟ الفاعل مجهول. فهمت بقى ليه هو مجهول ومعلوم؟ هنا بقول لك هما بيتكلموا انجليش، الناس بيتكلموا انجليش، فذكرت الفاعل فبقى اكتف. لكن الباسيف انا مش عارفه مين اللي بيتكلم، مين اللي بيعمل، مين اللي عمل، مين اللي سوى، الحاجه بالنسبه لي مجهوله فسميناها باسيف. الموضوع بسيط. طب السؤال يجي لي هنا ازاي في الامتحان؟ خد المزايا وامشي ورايا. ايه رايكم في الشعار ده؟ اول حاجه هنا الانجليش مفرد يبقى ياخد از، هيجيبها لي في الامتحان از سبوكن، ار سبوكن، سبوكس ها، وسبوكد في الماضي. واصلا سبوك ده غلط لاني سبوكن، وبعد مش هدخل في الجزء ده يعني، بس المهم يعني خلاص كده انا عندي الانجليش في مفرد، الانجليش مفرد فهياخد از، ثم ده مجهول يبقى از والتصريف الثالث. فهمت حاجه؟ از والبي بي اللي هو التصريف الثالث من الفعل، اللي هو سبيك يتحدث، سبوك الماضي منها، سبوكن التصريف الثالث. خلاص يبقى لما يجيب لي سبوكس غلط، يجيب لي سبوكن غلط لوحدها غلط، لكن از سبوكن على بعضها يجيب لي ار سبوكن غلط. ار دي لو كان الانجليش ده جمع، لو كان حاطط هنا subjects مثلا المواد بقى. خلاص هنا برضو مثال تاني، زي spoke English، هما اتكلموا انجليش. شوف هنا كان ايه، ثواني بس عشان انت هترجع تسألني ايه الفرق بين دي ودي. لا ده في فرق خطير، ثانية واحدة نغير اللون. عندك هنا يا شباب زي سبيك، لكن هنا زي سبوك. ايوه ايه الفرق برضو؟ لسه بقولك سبيك سبوك يعني ده في الماضي، يعني هما اتكلموا انجليش. فهنا ماضي الماضي، يعني ايه ماضي الماضي؟ يعني بدل ما كانت از هتبقى واز. فامتى نعرف دي؟ امتى اختار واز سبوكن واز سبوكن؟ امتى اختار از سبوكن وامتى اختار واز سبوكن؟ اختار از سبوكن لما الاقي ان في الجمله الاساسيه المعلوم بتاعها مضارع، يعني هما بيتكلموا دلوقتي انجليش، مش لازم دلوقتي اللي هو مضارع مستمر، بس اقصد في العموم يعني مضارع بسيط، هما بيتكلموا انجليش. لكن هما اتكلموا وخلصوا سبوك ماضي بسيط، يبقى انا لما اجي اجيب المجهول هتبقى واز سبوكن، واز والتصريف الثالث. خلاص كده. طب مستقبل ويل سبيك، هيتكلموا لسه هيتكلموا بكره، يبقى انا لما اجي اجيب المجهول ويل بيجي بعدها مصدر ان كان، ويل دايما مصدر، يبقى ويل ثم بي ثم الفعل ايه اللي هو التصريف الثالث. يبقى عشان الاختيارات البص هتفتكرني بكره وانت قاعد بتحل ده، عيد الفيديو 3 مرات 5، المهم ما تطلعش غير وانت فاهم الموضوع بسيط خالص. تاني عشان الصفحة دي جايلك منها سؤالين 3 على الأقل. لما أقول مضارع يبقى لما أجي أجيب الباسيف هيبقى مضارع، هقول ماضي في الأكتف يبقى لما أجي أجيب الباسيف هيبقى ماضي، هقول مستقبل في الأكتف يبقى لما أجي أجيب الباسيف هيبقى إيه؟ مستقبل. خلاص مستقبل الباسيف من المستقبل ازاي؟ ويل بعدها المصدر اللي هو بي على طول ثم تصريف ثالث.